على طول طريقة البيتي فور دي انا بعملها بقالي كام سنة، بتطلع معايا جميلة وكمان احلى من بتجيبيها من بره من المحلات. جربي بقى الطريقة دي وهنزلها لك في صندوق الوصف كلها المقادير كاملة، بس اعتمدي الطريقة بالكامل. هجيب اول حاجة العجان اللي انا هضرب بيه، او بولة وبالمضرب الكهربائي اللي هو العادي بتاع الايد هتضربي بيه. هحط 750 جرام زبدة، والطريقة دي طريقة مظبوطة جدا للبيتي فور. 750 جرام زبدة هضربهم كويس قوي بالمضرب السلك اللي في قلب العجان لغاية لما يفتح معايا اللون، يبقى يدي ايه اللون الابيض الكريمي كده. هنزل عليه ب 350 جرام سكر بودر، وهضربهم مع بعض برضو ضربة حلوة، وهنزل بثلاث بيضات كاملين وبكوين فانيليا. وهضرب المكونات دي كويس قوي قوي مع بعض لغاية لما تبقى معايا كريمي كده وناعمة قوي. هبدأ انزل بكيلو دقيق، وفي مرحلة كيلو الدقيق دي وانت بتنزلي بيها طبعا هتكوني نخلة كويسة جدا، عشان يبقى ايه البشوفراية معاكي ايه هشة كده وطعمها حلو وتبقى ناعمة. هتقلبيها مع بعضيها كده مع كويس قوي، وهتبدأي تمسكيها كده ايه يكون ايدك نظيفة عشان تعرفي ان الملمس بتاعها مش بيلزق معاكي في الايد. طالما ما بتلزقش معاكي في الايد كده تبقى ناجحة. انا هنا بستخدم اللي هو الفيب ده بتاع الكيس الحلواني ده رقم 8، وده الكيس الحلواني دوت. ده بصي دايما تخليه عندك في البيت لان بجد استخدامه جميل جدا. طبعا انا هنا شكلت بيه عشان ما عنديش طبعا آه، حاجة اصور بيها، فانا كل ده ماسكة بايديا فمش هعرف اشكل وانا ماسكة التليفون. طبعا هنا انا دخلتها الفرن على درجة حرارة 150 او 160 حسب الحرارة بتاعة الفرن بتاعتك. لو عالية هتخليها 150، لو مش عالية خليها 160. تاخد معاكي اللون الحلو الذهبي ده وتطلعيها من الفرن. طبعا ده كيلو الدقيق كله اللي عمل معايا المقدار الجميل ده، طبعا بيعمل معايا كمية حلوة. وببدأ اشكله بقى بمربى. بصوا اللون بتاعها جميل جدا، وده اللون الحلو اللي بيجي فور. اول ما تاخد معاك اللون الذهبي ده هتطلعيه على طول. هنا بقى احنا بنستخدم المربى بتاعه المشمش، لان مربى المشمش بتديها طعم حلو قوي. وبنبدأ نشكلها بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين عادي جدا، وبتطلع بجد حلوة قوي، وكمان طعمه بيبقى جميل جميل قوي قوي قوي، احلى من كمان ما بتجيبيه بره من بره غالي. هنزل لكم الطريقة كلها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.